لغاية دلوقت مش قادر اتخيل اللي حصل من الزلزولي. في بعض المباريات يا جماعة بتكون مغلقة معقدة متوازنة جدا او المستويات قريبة جدا، فاتاحة الفرص فيها قليلة جدا، فبالتالي فرصة واحدة لعبة واحدة يا زلزولي تقود المغرب للفوز على كرواتيا، ومن خلاله تديك ثقة وانت بتلعب ضد بلجيكا، تفوز على كندا، تصعد بمنتخب بلادك. زي ما شفنا بالامس ازاي السعوديه عملوا مباراه كبيره جدا ضد المنتخب الارجنتيني، بالرغم ان الارجنتين وصلت كتير، لكن السعوديه من فرصتين ثلاثه حسموا الدنيا. ليه؟ لان في المباريات الصعبه امام الخصوم اللي اكبر منك وبتلعب في كاس العالم مفيش مجال للاستهتار، مفيش مجال للانانيه، لان كل قرار بتعمله في الملعب بيكون حاسم جدا، سلبيا ضدك او ايجابيا لصالحك. مساء الفل. قبل اي شيء علشان ما تنساش لان دعمك بيفرق جدا تعمل لايك للفيديو، تشاركنا رايك في التعليقات، تشارك الفيديو في اي مكان. شكرا ليك. تعال معايا نبدا باول شيء. المنتخب المغربي كنت اتكلمت سابقا بعد مباراه تشيلي الوديه وبعد مباراه جورجيا، قلت انه في مشاكل دفاعيه من غير الكره، انه خطوط متباعده وبتظهر مساحات بالتحديد خلف ثنائي الاجنحه الهجوميه حكيم زياش وسفيان بوفال، وايضا كان بتظهر مساحات خلف عز الدين أناحي وسليم املاح. لكن على العكس تم حل المشاكل بفضل الله. وليد الركراكي كان حريص جدا على انه يقفل عمق الملعب، يقفل الوسط، يعمل كثافه عدديه على ثلاثي الوسط عند منتخب كرواتيا. لاحظ هنا معايا حكيم زياش وسفيان بوفال، واحد منهم في انصاف المساحات اليمنى والثاني في انصاف المساحات اليسرى. ليه؟ علشان يكونوا قريبين من عز الدين أناحي وسليم املاح، فبالتالي يصنعوا تفوق عددي 2 ضد 1 على مودريتش زي ما انت شايف وعلى كوفازيتش، ومع قرب النصيري من لاعبي الوسط قفل العمق وعزل بروزوفيتش عن حامل الكره. فهنا بقى بنشوف المنتخب الكرواتي لما يلجأ للاطراف، هنا مثلا للظهير الايسر شايفين زياش واقف ايه، خلاص هو مش هيضغط على المدافع، هو منتظر تقدم المدافع وواقف هنا ايه مع الظهير الايسر سوسة. الجهه اليمنى هنا يوسف النصيري بيضغط على مودريتش لما حاول ينزل علشان يشارك في البناء، وهنا سليم املاح واقف مع بروزوفيتش، وهنا أناحي داخل معاه حكيم زياشي اللي بيرحل في العمق ويكونوا 2 ضد 1. هنا لما منتخب كرواتيا يطلع بالكره لوسط الملعب بيقابلوا ايه 4-1 4-1 بخطوط متقاربه وصنع تفوق عددي في منطقه الكره للمنتخب المغربي. يعني هنا نايف اكرد مع اشرف حكيمي مع عوده زياش مع عز الدين أناحي اصبحوا 4 ضد 3. ولما ينتقل المنتخب الكرواتي للجهه اليمنى بيقابلوا ايه ترحيل جيد جدا للاعبي منتخب المغرب، عوده سفيان بوفال، سليم املاح، قرب هنا كمان عز الدين أناحي مع امرابط في العمق، وترحيل جيد جدا للمدافعين رومان سايز وخلفه اكرد، وهنا مزراوي بيضغط على حامل الكره، فبالتالي تفوق عددي في منطقه الكره 7 ضد 3. هنا بنشوف برضو اهو الوسط معزول بروزوفيتش وكوفازيتش، مودريتش نازل يساعد في البناء وعايز يلعب على الجهه اليسرى للظهير الايسر، لكن حكيم زياشي ايه واقف مكانه مع عز الدين أناحي علشان يصنعوا تفوق على كوفازيتش. هنا لعبه اخرى في الشوط الثاني بتوضح نفس الفكره، العمق مغلق مقفول تماما على لاعبي منتخب كرواتيا فبيحاولوا يطلعوا على طرف. لاحظ هنا زي ما شفنا من شويه هنا تمركز زياش، هنا ايضا تمركز سفيان بوفال، شايفين قرأ اللعبه قطع التمريره. هنا اهو لما نزل حتى كرامريش علشان يصنع التفوق مع ثلاثي الوسط ويكونوا 4، برضه هنا ترحيل جيد جدا في عمق الملعب من المنتخب المغربي وصنعوا تفوق هنا 6 ضد 4. هنا الارتداد السريع على طول، اللعيبه تفقد الكره بيرتدوا سريعا من الوضعيه الهجوميه للوضعيه الدفاعيه، صنعوا تفوق 6 ضد 1. وهنا الضغط العكسي اللي كان بيتم ايضا على فترات، شايفين هنا 8 لعيبه من منتخب المغرب في الثلث الاول عند كرواتيا علشان يمنعوهم من التحولات الهجوميه، وخلف الكره في المناطق الدفاعيه دفاع متاخر المغرب هنا ايه 4-1 4-1 خطوط متقاربه وقفل العمق والترحيل بشكل جيد جدا على الاطراف. كان بالمقابل منتخب كرواتيا مصدر خطورته ايه لعب كرات طوليه
طوليه. مودريتش هنا نازل بيلعب عند فلازيتش اهو في المساحه، ولكن ايه رومان سايز مع مزراوي بيرحلوا ويصنعوا التفوق. وهنا كان تمركز منتخب كرواتيا مع الكره 2-2-6 في اوقات كتيره بثبات الثنائي بروزوفيتش وكوفازيتش مع قلبي الدفاع. وهنا لوفرين عايز يلعب تمريره مباشره. مين اللي رايح يقدم الدعم الهجومي؟ مودريتش، وهنا موجود في نفس المساحه مع كرامريش. وهنا فلازيتش داخل في العمق وفتح الظهير الايمن على اقصى الخط، وكذلك الظهير الايسر مع بيريزيتش زي ما انتم شايفين. لاحظ هنا 1 ضد 1 ومزراوي بيطلع ويقطع الكره. ليه؟ لان هنا سفيان بوفال راجع ويصنع موقف 2 ضد 1، ترحيل وادوار دفاعيه جيده جدا. هنا اهو 2-3-5 لمنتخب كرواتيا بتقدم مودريتش. وهنا بقى موجود بروزوفيتش مع كوفازيتش مع الظهير الايسر وقلبي الدفاع، واللعب ايه على الكرات الطوليه. بيريزيتش هنا بقى بيقابله اشرف حكيمي، يرجع معاه حكيم زياش فيقطعوا الكره اهو كره مباشره. خلاص انت خليت هنا المنتخب الكرواتي ما بيلعبش غير كرات مباشره قوي، بدل اللعب من جهه لاخرى. وهنا بقى كانت فرصه في الشوط الاول للمنتخب الكرواتي من ايه؟ من خطا بس في التمرير من سليم املاح اللي بيحاول يهرب من الضغط العكسي. عمل تمريره بعرض الملعب، هنا خطفها بيريزيتش وانطلق وسدد من خارج ال 18 ولكن كانت فوق العارضه. هنا برضو فرصه مش من لعب مفتوح للمنتخب الكرواتي، هنا بتتلعب من كره ثابته بيلعبها مودريتش على القايم القريب للداخل كده، دخلت 6 ياردة. بيحاول يعني يغلط اللعيبه زي ما انت شايف عند المنتخب المغربي، لكن واقفين بشكل جيد. وهنا ياسين بونو بيعترضها بشكل جيد. هنا بقى بتقع عند مين؟ عند لوفرين، كان يقدر يسجل هدف ولكن امرابط واقف كحارس ثاني مع ياسين بونو بيتصدى للكره. تعال معايا ننتقل لمنتخب المغرب مع الكره. ازاي بقى هو كان افضل من المنتخب الكرواتي اللي شفنا هجماته شبه مش موجوده؟ لاحظ كده المنتخب الكرواتي بيدافع 4-1-4-1، فلازيتش جناح ايمن، بيريزيتش جناح ايسر، مودريتش وكوفازيتش خلفهم بروزوفيتش، وكرامريش هو اللي في الامام. هنا المنتخب المغربي كان بيستحوذ على الكره في اوقات 2-2-6 بوجود هنا امرابط مع عز الدين أناحي. بيتقدم الظهيرين مزراوي على اقصى اليسار ومعاه سفيان بوفال، وعلى اقصى اليمين ثنائيه حكيمي مع حكيم زياش، وفي القلب سليم املاح بادوار هجوميه يدخل مع يوسف النصيري كمهاجم تاني. او الاستحواذ ب 2-3 او تقدر تقول 2-3-5 بوجود مزراوي الظهير الايسر، اشرف حكيمي الظهير الايمن على نفس الخط مع امرابط، في حين اللي موجود في الخط الثالث سليم املاح وأناحي علشان يكونوا مسؤولين عن الضغط العالي، الارتداد السريع، الضغط العكسي، الادوار الهجوميه. أناحي في البناء وصناعه اللعب، وسليم املاح في مهاجمة المساحة خلف يوسف النصيري، في حين موجود في الأمام على الطرف الأيمن حكيمي وسفيان بوفال على الجهة اليسرى. وأيضا للأمانة منتخب كرواتيا كان قافل عمق الملعب بشكل جيد، فكنا بنشوف بالمقابل المغرب برضو بيلجأوا للعب على الأطراف. شايفين تمريرة مباشرة من رومان سايز عند سفيان بوفال في الجهة اليسرى، بيقرب منه مزراوي، سليم أملاح وأناحي، يوسف النصيري داخل الصندوق شايفين، فرحلوا بشكل جيد، دفعوا بخطوط متقاربة كرواتيا. فهنا سفيان بوفال رجع علشان يبدل اللعب عند مين؟ عند اشرف حكيمي اللي داخل ال 18 مع يوسف النصيري. لعبها نزلت على الارض عند حكيم زياش، ضغط عليه راوغ بيريزيتش ولم كورته وبدا يسدد، ولكن اتعمل عليه كثافه وزحمه كبيره جدا. ننتقل للجهه اليمنى للمنتخب المغربي واللي كانت الافضل في المباراه واللي كانت الاكثر تاثيرا هجوميا في المباراه واللي كان منها الهجوم اكتر. يعني شفنا هجوم منها وصل ل 49-50% للجهه اليمنى بفضل الثنائي اشرف حكيمي وحكيم زياش، واللي كانوا برضو بيلقوا الدعم الدائم من عز الدين أناحي. هنا حكيم زياش فاتح على الخط، هيمرر لحكيمي. شايفين هنا اشرف حكيمي استقبل الكره وانتظر مين؟ قدوم وتحرك حكيم زياش في المساحه. راح حكيم زياش على طول من لمسه واحده عمل العرضيه، مين داخل كمهاجم تاني مع يوسف النصيري؟ سليم املاح. راحت يوسف النصيري سدد ولكن كانت بجوار القائم. هنا لعبه اخرى اشرف حكيمي هو اللي فتح على الخط، حكيم زياش هنا واقف على كورته كده بعقل تقيل عليها كانه مسعود اوزيل ومنتظر مين؟ هروب عز الدين أناحي في المساحه. هنا راح عز الدين أناحي في المساحه، كان المفترض يخلي الكره تمشي قدامه لانها ماشيه بطيئه ويواجه على طول المرمى، يلعب عرضيه او يسدد في المرمى، لكن هو اختار الاتجاه الغلط والقرار الخطا انه استلم وظهره للمرمى، فبالتالي هنا يعني قلل من الهجمه. انطلق طبعا حكيم زياش وانتظر تمريره، ولكن التمريره كانت سيئه
سيئة من أناحي فكانت من نصيب مودريتش. هنا لعبة أخرى من الجهة اليمنى، أشرف حكيمي، عز الدين أناحي، حكيم زياش. حكيمي بيلعب على طول لحكيم زياش، حكيم زياش تقل على كورته كالعادة وانتظر صعود أشرف حكيمي في المساحة، لعب لحكيمي وهنا بقى راح أشرف حكيمي انطلق وقاد التحول، راح لل 18 عمل العرضية، ضربت هنا في الدفاع. فاللي حصل انها عدت يوسف النصيري ثم عدت هنا برضو من سليم أملاح وراحت ليحيى عطية الله. وهنا فاول لعبوا حكيم زياش لأشرف حكيمي، سدد حكيمي تسديدة قوية ولكن تصدى لها الحارس. لاحظ هنا حكيم زياش برضو من الجهة اليمنى هو اللي بيعمل الشغل الكبير اهو، بيلعب ليه سفيان بوفال. سفيان بوفال انطلق بالكرة في المساحة وسدد صاروخية لكن لوفرين اعترض التسديدة، فكانت هنا من نصيب مزراوي اللي قرأها بشكل جيد وراح في المساحة ولعب الكرة براسه ولكن تصدى لها الحارس بشكل جيد جدا. تعال معايا نروح للأسف للجزء اللي ضاع فيه المباراة واللي كان المسؤول عنه الزلزولي. هنا ركنية بتتلعب من مودريتش، على طول اللي حصل ايه؟ مسكها ياسين بونو لعبها مباشرة عند الزلزولي، الزلزولي انطلق وراح انت كده خلاص وصلت بقى للمنطقة الحاسمة، مرر ليحيى عطية الله، الراجل رايح لك في انصاف المساحة، سهلة ايه؟ المساحة واضحة، يعني الموضوع مش صعب، لكن اخذ وقت على الكرة. ثم يحيى عطية الله خلاص هيقرر انه هينطلق بشكل ايه؟ بشكل قطري علشان يستلم التمريرة من الخارج، برضه ما حصلش، فاخذ وقته على الكرة، فالنتيجة 1 ضد 3 يا زلزولي، اتقطعت منه الكرة. هنا تاني الزلزولي معاه الكرة، المنتخب المغربي مستحوذ عليها، خلاص يبقى حتى لو انا مش هروح بشكل مباشر واصنع الفرصة او اسجل الهدف، على الاقل احافظ على كورتي وما اخسرهاش، لان ممكن لما اخسر الكرة اتعرض لهجمة مرتدة تضرب وتضيع مجهود الفريق كله. هنا الزلزولي في 1 ضد 2 يقدر يرجع كده يلعب ليحيى عطية الله او عبد الحميد الصبيري في العمق، لكن قرر يراوغ ثم الكرة اتقطعت منه ثم فقدان الاستحواذ من المنتخب المغربي. هنا بنشوف الزلزولي برضو في مساحة خلف عبد الحميد صبيري، يقدر يلعب له الكرة وعبد الحميد صبيري يعمل الدوران ويروح يلعب على طول لحمد الله او هو يواجه المرمى، ده ما حصلش. الزلزولي قرر ياخد وقته على الكرة، اصبح في موقف 1 ضد 3، ففي النهاية الكرة اتقطعت. لعبة هنا برضو من الزلزولي زي ما انتم شايفين كده في الدقيقة 91 الراجل يقدر يمرر لعبد الحميد صبيري، زاوية تمرير واضحة، او انه يلعبها بالشرير الخارجي لحمد الله، لكن دي صعبة، العب لصبيري، ما حصلش، اخذ وقته على الكرة ثم لعب عرضية ومفيش حد اصلا في الصندوق غير حمد الله وبعيد. طيب ليه؟ حتى هنا حمد الله بيوبخه بيقول له العب جماعي، العب على الارض، لكن ما حصلش، وبكده المباراة بتنتهي بالتعادل 0-0 علشان الامور تتصعب ضد بلجيكا وكندا. على العموم نتمنى الفوز والصعود للمنتخب المغربي ان شاء الله، والزلزولي يكون المباراة الجاية هو افضل لاعب لمنتخب المغرب. بكده اكون وصلت لختام الحلقة. في النهاية ما تنسوش تدعموني بلايك للفيديو، تشتركوا في القناة، تشاركوني في التعليقات، انشروا الفيديو في اي مكان، خلي الناس كلها تشوف التحليلات. كان معاكم احمد سيد من قناتكم تكتيكانو، دمتم في رعاية الله.